الأهلي يفوز على شبيبة القبائل 4-1. هسألك سؤال مهم جدا 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 في الفيديو. لو انت أهلاوي جامد هتقدر تجاوب عليه. كلام مهم جدا في الفيديو. فوز الأهلي على شبيبة القبائل 4-1 مع المدرب الجديد وبداية دور المجموعات، بداية قوية جدا. كلام مهم في الفيديو. اشترك في القناة، فعل زر الجرس. تعالوا نتكلم. ما تنساش تعمل لايك ووجهة نظر في الكومنتات وتجاوب على السؤال اللي انا هسأله. طيب، الاهلي تحس ان هو بيمشي على سطر وبيسيب سطر، بيمشي ويسيب، بيعلى في الماتش ويقع، بيعلى ويقع. ايه السبب ده؟ من وجهة نظري الاهلي عنده نوعية من اللاعبين على المرمى هي مش 100%. وعنده لعيبه جامده زي زيزو، بس زيزو على المرمى مش 100%. احيانا ببقى محتاج واحد زي امام عاشور انزله يشوط لي كوره يجيب جون في ماتش ممكن يكون مقفول. اعتقد ان امام عاشور هو اهم لاعب في النادي الاهلي، اهم لاعب في النادي الاهلي، لان هو بيجيد كل حاجه في ارض الملعب. هو ممكن يهدي اللعب، هو ممكن يعلي الريتم، هو ممكن يشوط، هو ممكن يرقص ويجيب لك فاول من حته خطيره، هو ممكن يلعب مهاجم، هو ممكن يلعب وينج. اعتقد ده اللي ناقص الاهلي، وهو الشراسه الهجوميه على المرمى. تريزيجيه هو اهم لاعب في النادي الاهلي بعد امام عاشور. لما امام عاشور يرجع ويبقى هو نجم النجوم، تريزيجيه هو تاني اهم لاعب. ليه؟ تريزيجيه رجله على المرمى، رجله على المرمى. تريزيجيه اكتر لاعب بيعمل محاولات. طبيعي ان هو يضيع، بس هو بيسجل بدماغه، مش اول مره بيسجل برجله. اعتقد ان تريزيجيه هو لاعب الاهلي كان محتاج الوينج اللي هو على المرمى بيسجل اهداف. وده مش عند بن شرقي قوي، ولا عندي زيزو خالص، ولا عند طاهر اللي نزل لعب زي مهاجم وضيع كوره. برضو الاهلي عنده مشكله كبيره جدا، وهي ضياع الفرص. النتيجه كانت 2-0، خطأ محمد شناوي ياسر ابراهيم، هدف لشبيبة القبائل. بعد كده جات لهم فرصة تعادل، ممكن الماتش عادي جدا يتقلب تعادل 2-2، وده يبقى سبب ضياع الفرص. ليه سبب ضياع الفرص؟ لان الاهلي بيروح كتير بلعيبه كتير في الارتداد الدفاعي، بيبقى فيه شويه بطء، فبيروح عليهم بهجمات. فلو انت مخلص الماتش 4 خلاص 5، انت هترجع تقف زي ما انت عايز، فترجع تلعب وتهدي اللعب. ولكن انت بتروح زي بغشوميه عشان خلاص تسجل في فرص محققه، فبتضيع، فبتيجي عليك بهجمه. اعتقد ان الاهلي عمره ما هيلعب ماتشات كبيره قوي. شبيبه القبائل برضو مش الفريق المرعب، مش الجيش الملكي اللي احنا هنشوفه مع الاهلي الماتش الجاي. عمره ما هيلعب باتنين بس في نص الملعب وتريزيجيه وزيزو وبن شرقي قدام. ولكن اعتقد ان ديانج هو اهم لاعب في المنظومه الدفاعيه في نص الملعب مع مروان عطيه. ولكن ديانج هو الرئه اللي الاهلي اصبح لا يستغنى عنها. اعتقد ان ديانج واحد من الديفندرات الدفاعيه اللي انت صعب جدا 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 تلاقي في 8 و6. يعني في كوره كان بيهاجم وبيرجع يدافع وبيقطع الكوره وسبرنتات. هل الاهلي هيقدر يجدد لديانج ولا هيستغنى عنه؟ هيبقى الاهلي عنده مشكله كبيره في نص الملعب، لان الاهلي عمره ما هيلعب ببن رمضان وامام عاشور في ملعب واحد. اعتقد ان الاهلي عنده مشاكل دفاعيه كبيره. ياسر ابراهيم تحس ان هو هل يعني بيغلط؟ ياسين مرعي بيغلط. الهدف اللي دخل في محمد الشناوي اعتقد ان هو خطأ مين الاول؟ خطأ مين؟ محمد الشناوي كان لازم يكلم ياسر ابراهيم يقول له سيبها. ما تعرفش ايه الحديث اللي دار بينهم، ولكن ياسر ابراهيم حط رجله والشناوي بيعمل كده راح جاي ما بين رجليه. اعتقد هو خطأ مين الاول؟ محمد الشناوي، وجهة نظري. محمد شريف بيسجل. اعتقد محمد شريف عنده مشاكل، بيسرح في الاوفسايد. محمد شريف ما بيسجلش بسهولة، وفي ماتشات انت محتاج
فرصة أو 2 هيغيّروا مجرى اللقاء، والأهلي عنده مشكلة كبيرة أيضًا. وسام أبو علي كان موجود، كان في ثقة في وسام أبو علي، دي مش موجودة الثقة في محمد شريف. فلمّا محمد شريف بيبقى موجود في الملعب، اللعيبة كلّها في هرجلة، كلّه عايز يسجّل، كلّه طمعان في الكورة، ولكن لو في مهاجم الأول إحنا بنخدّم عليه، هيبقى في نظام في الجانب الهجومي في النادي الأهلي، وده مهم جدًا. أعتقد الضغط اللي بيعمله الأهلي واسترجاع الكورة مميز جدًا، جدًا، وعجبني جدًا، جدًا، جدًا. أعتقد واجبات ديانج مفيدة ومهمة جدًا في ماتشات الأهلي الفترة دي. لعيبة الأهلي أحيانًا مش بتلعب السهل وهُم عايزين يسجلوا كورة صعبة، ولكن لو لعب السهل وراح على الجون وأخد قرار مهم جدًا، تاخد القرار. بن شرقي ما بيعرفش ياخد قرار، زيزو ما بيعرفش ياخد قرار، بس تريزيجيه بياخد قرار التهديف، عشان كده بيسجل على طول تريزيجيه، وتريزيجيه هو من هدافي الأهلي دلوقتي. القرار اللي بياخده تريزيجيه ومش بياخده زيزو ولا بياخده بن شرقي، ولكن الأهلي عنده ميزة مهمة جدًا، 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 الكرات الثابتة والعرضيات اللي بيعملها كتير جدًا، 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 جدًا زيزو، فالأهلي بيقدر يسجل منها. الكور الثابتة في الأهلي مش أول مرة الأهلي يسجل من ركنية، الأهلي عنده ميزة الكرات الثابتة. تريزيجيه بيسجل بدماغه، أعتقد الدفاع بيعرف يسجل بدماغه، أعتقد إن دي ميزة في النادي الأهلي. مروان عطية وبقى عنده مهارات خاصة بالتسديد، دي كلها حلول في أرض الملعب بالنسبة للأهلي، مش النهارده، لأ ده بعدين الأهلي هيبقى محتاج الحلول دي. خروج الشناوي الإصابة ونزول مصطفى شوبير اللي تألق في كورتين، وأعتقد مصطفى شوبير هو اللي ممكن يقف في الماتشات اللي جاية، ما اعرفش إصابة الشناوي عاملة إزاي. نزول إمام عاشور بيسجل هدف، الكورة بتقول له إزيك، عامل إيه؟ الكورة بتحب كورة بتحب لعيبة وبتكره لعيبة ممكن. أعتقد إن إمام عاشور لاعب مهم جدًا، نزل مكان زيزو، اتفاجئت إن هو نزل مكان زيزو. أعتقد إن الأهلي لو تغلب على إهدار الفرص، وهو بيهدر فرص كتير، بيجي عليه هجمات مرتدة بتبقى خطر جدًا، جدًا. فأنت مهم جدًا إن أنت تنهي الماتش بسرعة، ومهم جدًا إن أنت تهاجم بحرص. الأهلي بيهاجم بتريزيجيه، بن شرقي، زيزو، محمد شريف، ديانج، ففي لعيبة كتير. فلمّا بيحصل ارتداد هجومي، أعتقد الأهلي فيه مشكلة هنا. لمّا الكورة بتتقطع منّي مين بيرجع ياخدها؟ وده مهم جدًا، جدًا. أعتقد تريزيجيه قدّم مباراة كبيرة جدًا، جدًا. ديانج ومروان عطية نجوم اللقاء من وجهة نظري في نُص الملعب. هاني وكوكا مش بيتقدّموا كتير، لإن الأهلي عنده مشاكل دفاعية، فبيحاول يعمل توازن شوية مدرب. أعتقد بداية قوية جدًا للأهلي. السؤال اللي أنا عايز أسأله لك، لو أنت مسؤول تمشّي محمد شريف وجراديشار، تقعّد مين فيهم والّا تمشّي مين فيهم في يناير الجاي؟ لايك مهم جدًا، نقطة نظركم، مهم جدًا في القناة، فعّل زر الجرس، مهم جدًا، جدًا، جدًا. سلام.